زمالك الطيب الكيوت الحنين كعادته حارق دمنا كلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، هو انا كل ما اقعد اتفرج على الزمالك في ماتش اخرج دمي محروق من الماتش؟ بجد والله. الزمالك الطيب الكيوت الحنين الغلبان كعادته يفوز على نادي زيسكو الزامبي في افتتاحية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بهدف مقابل لا شيء. وعايز اقول لحضرتك ان سبب فوز الزمالك النهارده حاجتين، دي وجهة نظري. اولهم احمد عبد الرؤوف. انا حاسس كده ان ببركه ربنا سبحانه وتعالى ثم ببركه الراجل ده ان ربنا كرمنا وكسبنا، عدها لنا كده بالثلاث نقط. الحاجه الثانيه زيسكو الزامبي نفسه، زيسكو نازل المباراه هو اصلا خسران. يمكن يكون عدم جرأة زيسكو الهجوميه النهارده كانت سبب كبير جدا في فوز الزمالك 1-0، مع العلم ان الزمالك الشوط الاول بس يخرج كسبان 5 أو 6 مستريح. ولكن ربنا بقى يبارك لنا في لعيبتنا الرجاله النهارده اللي ضيعوا فرص بالجمله، فيجي الشوط الثاني تراجع غير مفهوم بالمره من نادي الزمالك وزيسكو يهاجم، ولكن تصديات اللي تصداها النهارده محمد عواد. ولكن يا جماعه مش كل مره بقى تسلم الجره. انا عايز اقول لك على حاجه، بالمنظر والاداء والشكل اللي انت خرجت بيه النهارده من المباراه ده، قسما بالله تخسر من مصر ذهاب واياب، تروح هناك زيسكو يكسبوك يعلموا عليك، انت بره المجموعه مبدئيا كده. فالمنظر والاداء والاسلوب والشكل اللي احنا ظهرنا بيه النهارده ده مش يخليك تعدي دور ال 16 اطلاقا. انت تخرج بقى من دور المجموعات كده معزز مكرم رغم الفوز النهارده 1-0 اللي قلت لكم. تصديات محمد عواد وعدم جرأة زيسكو الهجوميه هي اللي خلت الزمالك النهارده يخرج من المباراه. اللهم لك الحمد 1-0. واحد عم يقول يا رب يا رب. وعلى فكره يا جماعه، زيسكو اللي انت كنت بتلعبها النهارده المركز ال11 في الدوري الزامبي، يعني مش اللي هي الفرقه القويه الكبيره، او على الاقل يا عم انت ما تاخدش بالتاريخ، يا عم انت ما تاخدش بترتيبها في الدوري. انت ممكن تلعب دور ال 32 من كاس مصر، فرقه ضعيفه تخرج الاهلي او الزمالك في اول دور، هي اصلا بتلعب في الدرجه الثانيه او الثالثه، كويس جدا. ولكن انت بتلاعب زيسكو ترتيبها في الدوري بتاعها ال11. النقطه الثانيه ان انت بتلاعبها في المباراه في المتناول جدا وشكل كويس، شكل منظم، الفينش عندك زيرو، ومع ذلك انت خارج من عندها 1-0. اصابه النهارده دونجا، يعني دونجا من اللعيب اللي قليل جدا تشوفه بيلعب كوره اصلا وتشوفه راجل في الملعب. النهارده دونجا من احد نجوم المباراه يخرج من المباراه عن نقاله، ويعلم بقى هل هو هيكمل على طول ولا هيستمر في الاصابه وهتاخد معاه فرصه. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. يا جماعه قبل ما اختم اقول البقاء والدوام لله في الكابتن محمد صبري، ربنا يرحمه. دي كانت تخليدا لمحمد صبري ووفاة الكابتن محمد صبري، مقدم برنامج زملكاوي، اللي سبحان الله يمكن يكون ما كانش واخد حقه اعلاميا وما كانش واخد حقه وقدره. يعني طول ما هو بعد ما اعتزل كرة القدم ما كناش بنسمع عنه كتير. ولكن الراجل ده يا جماعه انا سمعته، يعني انا مش كنت مهتم ببرنامج زملكاوي قوي، كاست بقى كان عامله، كانت قناه نادي الزمالك زي عاه وبعض الفيديوهات ليه. الراجل ده يا جماعه زملكاوي بجد، يعني من الزملكاويه اللي هم الزملكاويه اللي بيحبوا نادي الزمالك، يعني اللي هم فعلا بيقدروا هذا النادي. من الزملكاويه كده زي عبد الشافي، زي الكابتن عبد الحليم علي، زي الكابتن حازم امام، زي شيكابالا، من الناس اللي هي زملكاويه زملكاويه قلبا واحدا واخلاقيا، يعني على اعلى مستوى. فطبعا ربنا يرحمه ويغفر